عمليات القيام بالدعم التربوي لتلاميذ وتلميذات أبناء الوطن، محددا بذلك كل المكتسبات المعرفية والتربوية للتلاميذ والأضرار النفسية الناجمة عن هذا العبث في تدبير المرحلة الراهنة. إن صيرورة نضالات رجال ونساء التعليم واستمرارها ليومنا هذا أحيت من جديد في نفوس الجميع أهمية رجل التعليم والدور المحوري الذي يلعبه ليس فقط في تعليم وتكريم بنات وأبناء الوطن، بل وكذا امتداد تأثيره على المجتمع ومستقبل البلد ككل. وبخلاف مثل هذا نوضح للرأي العام اليوم بكل خيبة وحسرتين التعامل المسؤول من طرف الحكومة ووزارة التربية والمال والقناة، تماطلهم في التعاطي الجاد مع مطالب الشكيلة التعليمية، محاولة اللعب على تنظيم الوقت من أجل كسر نضالات التعليم، معتقدة بذلك أننا غدو العيال كنقولوها والله ما العيال. وغنختم الكلمة ديالي بجملة واحدة، إلا كنتو كتقتطعوا من العشر ديالنا حنا اللي يمكن نوجه لكم رسالة أننا لن نقتطع من نضالاتنا حتى سحب النضال الأساسي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسقاط الكرامة داخل المجتمع.